تقييم اللعيبه في مباراه بتروجيت. مبدئيا ده اول تقييم ليا على السوشيال ميديا، فلا تقولوا لي كمل لا تقولوا لي ما تقيمش تاني، بس انا حاسس يعني هيبقى الفيديو كويس يعني. مبدئيا الاهلي بدا بتشكيل بادئ بمحمد الشناوي حارس مرمى، بمحمد هاني، بكريم الدبيس، باتنين قلب دفاع مصطفى العش ورامي ربيعه، وبدا في نص الملعب بعمرو السوليه ومروان عطيه، وقدامهم محمد مجدي قفشه. في خط الهجوم كان جراديشار، وعلى يمينه حسين الشحات، وعلى شماله امام عاشور. مبدئيا كده نبدا بمحمد الشناوي. محمد الشناوي النهارده يعني بدا يستعيد شويه من مستواه، شال كذا كوره بصراحه يعني كانت كفيله ان بتروجيت يرجع بيها تاني للمباراه. في بشايله شويه يعني من مسؤوليه الهدف اللي دخل في النادي الاهلي، انه كان المفروض يخرج ياخد الكوره يعني الكوره بالعرض. انت العرضيات بقى لها كتير قوي الشناوي ما بنشوفكش بتطلع بالعرضيات. الماتش اللي فات برده دخل فيك جون، ورامي ربيعه نفسه قاعد يقول لك ما تطلع ما تطلع. الجون اللي دخل في رامي ربيعه حطه في نفسه، كان برضه قال لك ما تطلع. فالنهارده انا بديك 6 من 10، ويا ريت في الماتشات اللي جايه تطلع كتير على العرضيات يعني. محمد هاني النهارده كان في التغطيات الدفاعيه كان كويس جدا، برضه بديله 6 من 10. رامي ربيعه النهارده كان كويس جدا وشال من في الشوط الثاني بالذات حاجات كتيره جدا كانت كفيله برضه ان بتروجيت يتعادل بيها، وخصوصا الاهلي كان 1-0، فبديله 6 ونص. مصطفى العش النهارده ما كانش وحش، بديله 6 ونص برضه، لان يعني كنت كاتب في التقييم 5 ونص، بس انه بيتقدم وعمل هدف، ودي ثالث مباراه ليه مع النادي الاهلي، ف6 ونص كويس جدا. كريم الدبيس بقى، كريم الدبيس ده اللي كان موهبه مدفونه، وكان مارسيل كولر دافنها. فكريم الدبيس ده ما شاء الله عليه، ويا ريت يكمل، ويا ريت بقى يبقى في علي معلول وكريم الدبيس، والاهلي هنتكلم في الصفقات بعد كده يعني يطلع يحيى عطيه الله، يعني ما يفعلش بند الشراء اللي في عقد يحيى عطيه الله. فكريم الدبيس النهارده ما شاء الله عليك 7 ونص وكمل. السوليه النهارده كان فيه علامه استفهام قوي على اداؤه، مش عارف كان بيحب يلعب سقعان او في حاجه، فانا مديله 4. مروان عطيه كل مدى بيتقدم اكتر واكتر، يعني مروان عطيه ما شاء الله عليه النهارده كان عامل مباراه كبيره قوي في الدفاع وفي الهجوم يعني. مروان عطيه بدا يسدد، ودي انا كنت بشوفها فيه زمان، فيا ريت تكمل على كده مروان وتكمل على التسديدات. انا مديك 8 ونص على تقييم للعيبه النهارده. محمد مجدي قفشه مش عارف بصراحه، يعني محمد مجدي قفشه لما بينزل احتياطي بيبقى احسن من كده بكتير، يعني تحس ان هو لما بيبقى قاعد دكه وينزل بيأثر في الملعب جامد قوي، وبيبقى بيبقى تغييره مؤثره، وبيخلص ماتشات كتير قوي. فمحمد مجدي قفشه النهارده انت ثلاثة، ويا ريت تراجع نفسك، علشان الايام اللي جايه ديت انت ممكن تقعد دكه كتير، فانت بتتقمص لما تقعد دكه، فراجع نفسك شويه، عشان انت الايام اللي جايه دي هيبقى في بقى ناس كتيره قوي، ده جاي لك بن شرقي وجاي لك تريزيجيه ومع جراديشار ومع وسام مع رجوع رضا مع رجوع طاهر محمد طاهر، فانت ممكن تلاقي نفسك دكه كتير، فانت اشتغل على نفسك 3. امام عاشور النهارده جاب جون جميل قوي، وبعد كده عايز يجيب جون اجمل منه، يعني ما شاء الله، يعني الجون كان حلو، الجون حلو خلاص كمل بقى. يعني انت النهارده بقت 7 اهداف، 7 اهداف في الدوري. ليه النهارده انت كنت المفروض مثلا تخرج من الماتش دوت ب 10 اهداف، تبقى هداف الدوري ب 10 اهداف، لكن ضيعت كميه فرص بحته بس ان انت عايز تجيب جون في شو، جون في شو لا اكتر ولا اقل. فانا بديك النهارده يا امام 8، ويا ريت تخلص اللي جوه ال 18، خصوصا ان الماتش كان 1-0 وهيتعقرب، فبلاش. فامام عاشور كمل على اللي انت فيه، بس الفينش بتاعك بس بلاش الشو فيه، ف8. حسين الشحات برضو نفس الكلام بتاع قفشه. حسين الشحات النهارده فيه علامه استفهام قوي برضو، على علامه استفهام كبيره على اداؤه في الملعب. حسين الشحات مش ده حسين الشحات، المشكله ان حسين الشحات شويه تلاقي كيرفو عالي قوي، وشويه تلاقيه مات، ما تعرفش بيحصل له ايه. فحسين الشحات النهارده 5، وحافظ على مركزك برضو، لان اللي جاي اصعب. نفس كلام القفشه برضو، ان انت جاي لك بن شرقي وجاي لك تريزيجيه، فانت حسين الشحات هتلاقي نفسك دكه برضو الايام اللي جايه ديت. جراديشار المنشار، الله اكبر عليه، الله اكبر عليه، مديله 7 ونص على تحركاته في الملعب، على استلامه، على رؤيته للملعب. جراديشار ما شاء الله عليه عنده تحركات جامده قوي في الملعب، تحركاته كويسه، مفضي مساحات في خط دفاع بتروجيت النهارده لامام عاشور، وهو اللي وصل امام عاشور، وصله في كذا كوره وعمل له كذا اسيست. فجراديشار 7 ونص، وان شاء الله هتبقى المنشار الجديد بتاع النادي الاهلي. نيجي بقى للتبديلات. كريم نيدفيد انا مش عارف، ما بحبش اشوفك في الملعب بصراحه، يعني مش عارف النهارده انت نازل عصبي،
نازل عصبك ونازل خدت انذار ملوش اي لازمه، وعمال تشوح للحكم وكل شويه تعمل كده وتعمل كده، تحس ان انت عايز تاخد انذار تاني وعايز تطلع. فانت مش عايز تلعب ما تلعبش يا كريم ندفد. بس مش عارف اديك ايه والله بقى، مش هقول لك بقى صفر والكلام ده. جريت على شويه العرق اللي انت عرقتهم دول في عز الساعه اللي احنا فيها دي، هتاخد اربعه. محمد عبد الله من الوينجات اللي جايه في الكره في مصر، من الوينجات اللي جايه. محمد عبد الله لعيب مبشر. النهارده عمل اسيست كويس قوي وكمل مع الكره وكافح وخد سبرنت ووقف على كورته وبص بعينه وعمل اسيست جامد جدا لجراديشار حطه قدام المرمى. فمحمد عبد الله بديله 6 ونص. وكمل يا محمد عبد الله وان شاء الله هتبقى في يوم من الايام الوينج الاساسي بتاع النادي الاهلي. احمد نبيل كوكا برضو يعني ما كانش وحش لما نزل 6. حمزه عبد الكريم لمسته للكره كويسه وهيجي منه ان شاء الله، بس لم يختبر يعني وننزل كام دقيقه. احمد رضا صفقه النادي الاهلي الجديده برضو ما اقدرش اقيمها لان ما شفتش منه حاجه.